النهارده يا جماعه هنبدا الفيديو بتاعنا بحبايب السيد. طبعا احنا عاملين فيديو جديد المره دي، قلنا اللي هي احسن حاجات ممكن نروحها في نفس الوقت سعر رخيص. فاول حاجه جيناها حبايب السيد. طبعا انا بحب فواكه اللحوم دي قوي، يعني دخلني بالعافيه الصراحه. طبعا الحاجات دي بعشاق فواكه اللحوم، يعني كل الناس بتحبها بس في ناس بتحبها. طبعا ده يا جماعه تاني كل المغتربين هيصعب عليهم المنظر. هو ده طبعا بقى المغتربين طبعا طبق الكوارع بالعظم شوربه حاجه كده تاكلها من هنا. بص العصب حلو بس. ونركب طبق كوارع بالعظم ب 55 جنيه. انا شايف الصراحه سعر حلو عليه. وانا طلبت ريف مشكل بس هو لسه قايل يعني. علي طبعا علي طلب ايه بقى في كيكه وممبار وكده. ده ايه يعني ان هو برضه ايه شاركنا الاكل، بس هو ملوش في ان هو اصلا هو داخل على المحل اللي هو عمال يقول لي طالع بقى حاجه من بوقي. هيبقى في فكره جديده بقى المره دي اللي احنا هنروح اماكن ثانيه، وده طبعا اول حاجه معانا النهارده وهو حبايب السيد. استنى المكان. اكل الكوارع مش اتكلمنا عن الاتيكيت. لو اكلنا اتيكيت ما تاكلش كوارع. على فكره بس ان هي سخنه قوي، ممكن نستناها تبرد شويه. بس هي طرشان بوم يعني. شويه كوارع هي طبعا مولعه بس جامده، بس انا متاكد ان في ناس بتستمتع بالكلام ده. يا لهوي يا لهوي، بقى شويه شوربه. هشوف فعلا كده النهارده ولا ايه ده بقى يا عم؟ بقى الناس بقى يا عم هتزعل بقى. بقول لك ايه، بترم العظم ده لو واحد عنده دور برد ياكل الشويه دول. بس كميه الاعصاب والكوارع اصلا والجيلي. عارف ليه؟ لان ما اعرفش ايه الكوارع. الكوارع دي هي رجل العجل، مش رجله اللي هي الفخده، رجله اللي هي بتبقى دايسه في الايه؟ الارض. بتبقى دايسه في الارض وفي المزرعه يعني، فبيبقى فيها اغلب الاعصاب. يعني انت اصلا لو مسكتها هتلاقيها بتلزق، بس هي وش انا متاكد ان هي مغذيه. بس الحاجات دي مفيش دعوه. قول لنا ايه رايك؟ ريفيو؟ لا الكوارع هنا جامده الصراحه. هي اصلا حبايب السيده فاتح من زمان قوي. ماكو كام؟ والله مش فاكر التاريخ، بس هو مشهور قوي يعني. حبايب السيده اصلا مشهور قوي بالكوارع وعمايلها على اصولها وفواكه اللحوم. عايز كلاوي، عايز ممبار بلدي، عايز اي حاجه لها علاقه بالكلام ده، فاهم؟ هو الكوارع بتاعته جامده. لما بنزل السيده غالبا بروح له يعني. الواحد يصبح على نفس الطبق زي ده ب 60 جنيه بس حاجه ايه موت. حته الكوارع طرش اللي هو فاهم، تاكلها من هنا تتجوز على طول بس يعني. ايه بقى؟ كبده على الفحم على طول. السندوتش جامد جدا، عاجبني بصراحه. بس هو في حاجات انا ما باكلهاش، لو انت طبعا هاكلها اقوم بيها لازم. كسندوتش السندوتش عاجبني قوي. انصحكم بقى يا جدعان اللي بيحب الحاجات دي يجي المطعم ده. المطعم ده اكل نضيف جدا الصراحه يعني. بس عشان ما بحبش الحاجه دي فانا مش هقدر اقول لكم كل الحاجات تجربتها ايه بالنسبه لي، عشان انا ما جربتش كل حاجه يعني. الرز ده ب 25 جنيه. انا اقوم بقى اغسل ايدي كده. طبعا احنا خلصنا تصوير هنا في اول مطعم لينا في الفيديو وهو حبايب السيده. انصح اي حد لو نازل مصر او كده لازم يجي هنا في المكان ده يجربه. كان هنا تجربه تستحق التجربه فعلا. تمام. بما اننا في السيده هنفصل بعد الحل ده كده قنبله من الكرنك. لا غنى عن التعريف، الكرنك ده معروف. فهنخلص ان شاء الله ونروح الكرنك. بقى في الكرنك بناخد حته قشطه وحته موز وحته كنتالوب عاملين كده اهو. مسكوكوا بقى من الساعه جامد.
جامد. مش عايز يبقى ساقع. هو عايز يبقى ساقع فعلا، بس هو جامد قوي. كنا كده احنا مش اول مره نجربه يعني، بمزاج الصراحه، عايز قاعده كده تقعد تاكل براحتك. احنا النهارده يا جماعه اخر اليوم رحنا حباب السيده، ودلوقتي احنا في الكورنر. ان شاء الله الفيديو يعجبكم ويكون مليء بالاحداث. خش بقى على الأولى. تاني الحاجات اللي بنصح اي حد نازل مصر ان هو يجربها، ده يعني نزل مصر ده لازم يجربها احتماليه، ما يجربهاش يعني هيبقى حرام. الكرنك ده يا جماعه تقفل بيه اي اكله قنبله بينزل يفرقع. هو ده ب 30 جنيه، الميكس اللي فيه خطير. لو انت مغترب فانا اسف في كل مشهد هنا هتشوفه يعني في الفيديو ده. احنا بقى خلصنا حباب السيده، رحنا الكرنك، نكون احنا هنا خلصنا اليوم في السيده دي. ده جودز مره واحده بقى موجود عادي، ما تسالش ازاي. طيب ونيجي بقى من هذه اللحظه نقدر نودع الفيديو بتاعنا، لان احنا خلاص قربنا نقفله. واختام الفيديو بتاعنا النهارده هو التين الشوكي، لان طبعا لو جيت مصر نسينا نقول حاجه. استنى بس، ده جودز استنى بس صاحبنا قابلناه. هنقول بس طبعا جودزا دي مره واحده كده بس عادي، هو بيطلع وبيختفي، بيظهر وبيختفي عادي، مش قصه يعني. فنقدر نقفل الفيديو بتاعنا من هنا. احنا جبنا تين فهناكل تين واحنا بنقفل الفيديو عادي، ما تسالش ازاي. امسك سكه. معلش هتاكلونا، هباكلوا لك اصلا ما باكلوش ليه؟ ما بحبوش. بعد ما لفينا اليوم حد ما يحبش كله، التين الشوكي يا ابني. بعد ما لفينا اليوم كله انزلوا تحت بصوا على الفيديوهات اللي احنا منزلينها، هما فيديوهين. اعملوا شير للفيديو، واعملوا سبسكرايب للقناه، واعملوا لايك للقناه. هنسيب لينك في الديسكربشن ده بتاع الاشتراك، خش على اللينك واشترك. عايزين الدعم. وجرس الاشعارات عشان خاطر يوسف ما يقدرش يعيش من غيره. تمام ان شاء الله الفتره الجايه ناويين نعمل شغل جامد قوي، فاستنوا شغل اخر عشان نتكلم كتير. سلام.